اتحاد الكرة هينفذ توصيات النيابة العامة ويجبر الكل على إجراء فحص جيني قبل ممارسة الكرة من أول البراعم لحد اللعيبة الكبار؟ ولا سيناريو أحمد رفعت هيتكرر تاني؟ من كام يوم بس أعلنت النيابة نتيجة التحقيقات في وفاة اللاعب أحمد رفعت واللي كانت بسبب مشاكل صحية ووراثية، ووقتها النيابة خرجت 5 توصيات فيهم واحدة بارزة جدا وهي إجراء فحص جيني لكل اللاعبين. في البداية بس خليني أقول لك إيه هو الفحص الجيني؟ الفحص الجيني هو فحص بيبين تاريخ العيلة المرضي الوراثي اللي هيتنبئ بالأمراض وجينات النبوغ والتفوق. من الآخر الفحص ده هيقدم لك خريطة كاملة عن صحتك، وعشان كده مصر أطلقت مشروع الجينوم المصري علشان يكون فيه التاريخ الصحي والمرضي لكل المصريين، والفحص ده اتطبق على بعثتنا الأولمبية السنة اللي فاتت. بس خلينا ننتقل من الجانب الطبي لجانب اللوائح والتنفيذ على أرض الواقع. هو الفحص الجيني مش بيتطبق ليه على اللعيبة، خاصة إن مشروع الجينوم المصري بدأ في 2021. تواصلنا مع محمد بيومي خبير اللوائح واللي قال إن لائحياً الأندية ملزمة بإجراء فحص طبي شامل على كل اللعيبة سواء جيني أو غير جيني، وده بيحصل كل سنة قبل بداية الموسم، والإجراء ده مسؤولية الأندية واتحاد الكورة. وقال كمان بيومي إن في الطبيعي الأندية بتعلن عن استعدادها للكشف الطبي، واتحاد الكورة هو اللي بيحدد المكان اللي هيتم فيه الفحص لعدم وجود أي شبهة تلاعب من أي نوع. وطبعا كل ده بيتم مع فرق الدوري الممتاز وأي فرقة من الدرجة الثانية، ولو تم اكتشاف مرض طبي لأي من اللعيبة بيتم وقفه فورا ومعاقبة النادي. وطبعا ده مش بيتطبق حسب وصف بيومي اللي شايف من الآخر إن اتحاد الكورة مش عارف مسؤولياته وكمان جاهل باللوائح. السؤال الصعب دلوقتي، هل اتحاد الكورة هينفذ توصيات النيابة العامة ويجبر الكل على إجراء فحص جيني